كنج الأكلات المصرية الجميلة هعمله لكم بص بأبسط طريقة وكمان موفر ومغذي وكله في حلة واحدة. بجد الأكلة الجميلة ديت هتعمليها وتعملي البصل المقرمش ده بكل سهولة، وهقولك في الفيديو ازاي تقدري تحافظي عليه ويقعد معاكي مدة طويلة وهو مقرمش، وازاي بيطلع نتيجته هايلة وبيبقى جميل، وهقولك ازاي ما يطراش معاكي. اول حاجه بس هنجيب بقى عدس بجبه، هجيب كوبايه وهكون غسلاها واحطها في حله وهحط عليها مقدار ميه كده مغطيها، عشان دي هرفعها على النار تقعد معايا كده ايه لمده 4 دقايق بالظبط. هسويها نص سوا، وهجيب بقى 5 بصلات او 6 بصلات حسب الكميه اللي انت عايزاها. هقطعها شرايح يا في المفرمه يا على على ايديكي كده بالسكينه، هيطلع معاكي بالطريقه ديت. هحطه كده في صينيه، وهجيب الدقيق ده بقى اللي هيديله الكفر اللي هو يخليه مقرمش معاكي وانت بتقليه. انا طبعا بحط حبه حبه وبقلب لغايه لما اتاكد ان انا غطيته بالدقيق كله، عشان لما احمره هوريكي ازاي هيبقى مقرمش معاكي. بس بنفس الطريقه، واكون مجهزه زيت على النار يكون زيت غزير، وهسيبه يسخن معايا كده ويديني كده النتيجه اللي انت شايفاها. اول ما انزل فيه يديني الغليان اللي انت شايفاه. بس هسيبه على النار، وهبدا اجيب بقى كوبايه شعريه عبال ما البصل يتحمر. هنجز في الوقت وهحضر حاجه حاجه. كوبايه شعريه وهحمرها بمعلقه زيت صغيره، لان انا هستخدم سمنه في الوصفه كلها. كده البصل اول ما اخد معايا اللون الذهبي ده هطلعه على مصفى، اهم حاجه يطلع على مصفى تكون مخرمه وتكون مفتحه بالطريقه ديت، عشان ما عايزاه كده يبقى مهوي كده من الجناب، عشان يفضل مقرمش معايا لفتره طويله. هجيب بقى سمنه، معلقه سمنه كده بلدي كده حلوه او اي نوع سمنه عندك. هنزل بكوبايه رز وكوبايه عدس بجبه، الشعريه اللي حبه كده صغيرين من البصل المحمر انا كنت محمراه، ملح كمون فلفل اسود، وهقلبه كده اديله تشويحه كده بسيطه كله في بعضه كده، اتاكد ان كل الخليط امتزج مع بعضه وعطاني الشكل الجميل اللي انت شايفاه. هنزل بقى بكميه الميه اللي انا حطاها، انا نزلت ب3 كوبايات ميه على حسب الكوبايه اللي انا معايره بيها بس. وهبدا كده اغطي عليه واسيبه على النار نص ساعه، وهكون طافيه عليه وهيطلع معايا بالشكل الجميل ده. البصل عشان يقرمش معاكي هتقدري تحتفظي بيه ببرطمان وتسيبيه على جنب كده بره التلاجة، والف هنا.